نعم. الأخ أبو محمد تفضلوا. عندي مداخلة بسيطة. تفضلوا أخي العزيز. أولا نشكر فضيلة الشيخ على الترويج لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأشير في بداية هذه الحلقات إلى بيت الشاعر: وكم من عائب قولا سديدا وآفته من الفهم السقيم، وشكرا لكم. طيب إن شاء الله لا ينطبق هذا الذي لا 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 أبدا. بيني وبين الله أنا أحترم رأي الأخ العزيز، وأنه إذا كان يتصور أننا نحن في مدرسة أهل البيت نخشى أن نبين ما هي كتب ابن تيمية، هذا ليس دأبنا، لأن مذهبنا بحمد الله تعالى فيه من القوة والاستحكام، نستطيع أن نأتي بكل ما كتبتموه على مدى قرون ونعرضه ونهدمه في ليالي أمامكم، وسترون إن شاء الله تعالى. وأما ادعاؤكم، ولذا أنتم لن تجرؤوا في كل فضائياتكم أن تأتوا بكتاب واحد من كتبنا، بل تخشون حتى أسماء كتبنا وأسماء أئمتنا عليهم أفضل الصلاة. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أنكم مهزوزون من الداخل، لا توجد عندكم ثقة بعقائدكم، وإلا لو كانت عندكم ثقة، شوفوا الآن أمامكم، الآن أنا عرفت كل تراثكم، ولعله عرفت ما لا يعلمه حتى علمائكم. أتحدى علمائكم أن تكون هذه المصادر بأيديهم، فضلا أن تكون مصادر علماء مدرسة أهل البيت بأيديهم. هذا أولا. وثانيا، أما دعواك أنه الفهم سقيم، أنا أترك واقعا هذا رأي لك ورأي محترم بيني وبين الله، ولكنه هذا ليس من الأمانة العلمية أن تحكم قبل أن تسمع. استمع لي إلى الآخر وانظر بأن ما أفهمه من كلام الشيخ ابن تيمية هل هو سقيم، أو أن فهمكم لما يقوله هو أحسن. شكرا لكم. ولذا واقعا في جملة واحدة، إذا تسمح لي دكتور، في جملة واحدة واقعا من هنا أنا أدعو جميع علمائكم أن يتعلموا لا أقل 10 معشار هذا المنهج عندما يريدون التحدث مع شكرا لكم سماحة آية الله سيد كمال حيدر، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. موعدنا معكم غدا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.